السلام عليكم أصدقاء وصديقات فكرة اليوم مع رشيدة. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. فكرة اليوم أو وصفة اليوم غادي نحضروا جنواز الله يركك مع طريقة التزيين ديالو البسيطة. جنواز اللي صراحة أول مرة كنجربه ولكن جاني رائع وناجح 100%. فقط تتبعوا مقادير جيدا وكل خطوة مهمة باش إن ينجح معكم هاد الجنواز اللي كما كتشوفوا جا ناجح 100%. ما نزيدش نطول عليكم اكثر، ما نساوش بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اول حاجة غادي نحضروا الجنواز ديالنا. عندي 5 نتاع البيضات بدرجة حرارة المطبخ. غادي نفصلوا الصفار على البياض. غادي نخليو الصفار نحتفظوا به جانبا وغادي نستعملوا البياض. دابا في هذه المرحلة الأولى نستعملوا بياض البيض. غادي نضيفوا عليه شويه نتاع الملح وغادي نطربوا بالطراب كهربائي. غادي نبقاو نطلعوا هذا البيض او هذا بياض البيض حتى يدير الرغوه. من بعد غادي نضيفوا ساشي نتاع الفاني وغادي نخلطوا جيدا. ومن موراها غادي نضيفوا 150 غرام نتاع سكر سنيده، ومن الاحسن تكون هذيك سنيده رقيقه. ونبقاو هكا بشويه على 5 أو 4 مراحل هكا، وحنا كنكبوا سكر سنيده شويه بشويه تنحصلوا على كريمه اللي حتى كيذوب السكر، وكنحصلوا على كريمه اللي كتكون هكا كما كتشوفوا عاقده. هاد الخطوه هذه مهمه جدا، يعني كما قلت كل خطوه مهمه باش ينجح معكم هاد الجنواز هذا. صافي من بعد حصلنا على كريمه اللي عاقده، غادي نبداو نضيفوا صفار البيض وحده بوحده وحنا كنخلطوا. كنضيفوا هكا غير بالوحده وحنا كنخلطوا بالوحده وحنا كنخلطوا حتى كنحصلوا على خليط متماسك. وطبيعة الحال باستعمال الطراب الكهربائي صراحة كيساعد بزاف وكيختصر الوقت. بعد ما حصلنا على خليط متماسك، بالنسبة للطحين عندنا هنا 150 غرام تاع الطحين اللي غربلناه من قبل 2 ديال المرات. بعد من خويتو هنا في الغربله، واخا خويتو كله دفعه واحده، ولكن ملي كنجيو نغربلو كنغربلو شويه بشويه. حنا غاديين شويه بشويه وكنخلطوا الخليط ديالنا غير بشويه. ما كنديروش الطحين دفعه واحده، لو غير هكا شويه بشويه وحنا كنحركوه من تحت لفوق وحنا كنحركوه هكا حتى كنساليو ديك كميه الطحين. وضروري ان حنا نحترموا الكميه نتاع الدقيق، وكنبقاو هكا كنخلطوا هكا من تحت لفوق. وملي كنجيو نخلطوا هذا الطحين كما كتشوفوا في هذه اللقطه هذه انا راني ما مسرعاش الفيديو، ماشي بحال الكيك اليومي العادي اللي بقاو اللي كنكونوا كنخبطوا هكا الكيكه. لا، هذه غير بشويه باش كنحافظوا على داك القوام نتاع البيض والسكر. غير بشويه هكا من تحت لفوق، غير بشويه حتى كينسجم الطحين مع الخليط. كما كتشوفوا هنا انا راني ما مسرعاش الفيديو، ضروري كنبقاو غير هكا بشويه كما قلت، ماشي بحال الكيك العادي اللي كنضيفوا له الطحين وكنبقاو كنخبطوه. لا، هذا غير بشويه هكا. ضروري هذه المرحله حتى هي مهمه جدا. كنبقاو غير هكا بشويه حتى كنتاكدوا بان الطحين ما بقاش والخليط كيجي منسجم. صافي في هذه المرحله هذه هو الطحين ما بقاش وصافي تخلط جيدا جميع المقادير. في هذه الاثناء هذه غادي ناخذوا المول اللي غادي نكبوا فيه هذا الجنواز ديالنا. انا عندي هنا هذا المول الدائري اللي صوبت الورق المطبخ مع الجناب، وضروري كنلصقوهم بالزبده. وايضا من على برا كان ورق الالومنيوم او ورق سلفيليزي. وهنا في القاعده ديالو غادي ندهن شويه نتاع الزبده باش غادي نلصقوا هاد الدائره نتاع ورق المطبخ. صافي من بعد ما وجدنا المول ديالنا هكا جيدا يكون ملصق الجوانب ديالو جيدا بالزبده، وايضا من على برا غادي نخويو فيه هذا الخليط هذا نتاع الجنواز ديالنا غير بشويه. وانا راني نسيت ما حطيتوش في واحد الاناء. من بعد ملي خويته هزيته وحطيته في واحد المقله تحت الحرشه، لان المول ديالي ما عندوش القاعده. الا كان المول ديالكم عندكم القاعده فما غاديش تحتاجوا انكم تستعملوا مثلا مقله او لا شيلاطه. صافي كنملسوا جهه مزيان. كنكونوا مسخنين الفران من قبل 4 ساعات
وعاد كندخلو هاد الكيكه ديالنا كنخليوها تقريبا 35 دقيقه. وعاد يمكن ان حنا نحلوا الفران ونشوفوها غير واش طابت غير بشويه ونرجعوها دغيا دغيا، او مثلا نخليوها 35 دقيقه صافي ونطفيو الفران ونخليوها للداخل 10 دقائق وهي للداخل، او لا حتى 15 دقيقه. عاد نخرجوها ونحيدو هاد الجوانب نتاع ورق المطبخ، نحيدو هاد الجوانب هادو غير بشويه. المرحله ديال الفران حتى هي مهمه جدا. كما كتشوفوا جينوازه هي ناجحه وجات طالعه بدون خميره. بغيتو انكم تضيفوا مثلا راس او غير غرام، بغيتو تضيفوا مثلا غير غرام ديال الخميره او لا 2 غرام ماشي مشكل، ولكن هي كتكون بدون خميره. كما كتشوفوها هي جات طالعه وجات ناجحه. انا كنا نسيناها ب 5 دقائق زايده باش هي تحرقتنا شويه من التحت، ولكن ماشي مشكل. المهم فهاد المرحله هذه ضروري انها مثلا الا صبناها في الليل كنلفوها من بعد ضروري نغطيوها مزيان بلاستيك غذائي نخليوها تبات ليله كامله. يعني ضروري ان نغطيوها بلاستيك غذائي، كنلفوها وكنخليوها تبات ليله كامله. يعني ضروري جينواز كنخليوها تبات ليله كامله وهي ملفوفه في هذاك بلاستيك ديال المطبخ. ومن بعد في الصباح عاد كنقطعوها. انا قطعتها هنا غير بالموس وبهذاك الخيط، غير بالموس والخيط. ولا كانت عندكم مثلا هذيك السكين اللي كبيره صراحه هي كتساعد، ولكن حتى الطريقه هذه سهله وكتقطع بكل سهوله باستعمال الخيط وايضا الموس. يعني كما قلت هاد الجينواز هذه ضروري كنخليوها كتبات في الليل. الا صبناها في الليل كنخليوها كتبات ليله كامله، ولا صبناها في الصباح كنخليوها. المهم ضروري كتاخذ الوقت ديالها. صافي من بعد ما قسمناها كما كتشوفوا هي كتجي صراحه ناجحه 100%. صافي الفيديو ديال الجينواز هنا تسالى. دابا غادي نبداو طريقه التزيين. كما كتشوفوها هي سهله جدا جدا، فقط خاص غير يتبع المقادير ويتبع داكشي خطوه بخطوه. وغادي نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف. دابا غادي نبداو مرحله التزيين. غادي ناخذوا هذاك الجزء السفلي. غادي نبداو بهذاك الجزء السفلي هو الاول، وغادي نسقيوه بالسيرو. السيرو اللي كان عندي انا فيه كاس نتاع الماء، 2 معالق نتاع سنيده وحامضه، وكنخليوهم حتى كيغليو مزيان. كيغليو وملي كيبرد صافي كنسقيوه به. وضروري بحال دابا مثلا كنسقيوه الجينواز هذه مزيان باش ما تجيش ناشفه. وصافي هنا غادي نستعمل في هاد الدائره هذه الثالثه غادي نستعملوا اي كريمه كانت عندكم، لان كريم شونتي ما غاديش تكفينا ان احنا نصوبوا مثلا هاد الطبقات كلهم. هنا يمكن انكم ديروا اي كريمه كانت عندكم. غادي نغطيو بهاد الدائره الثانيه وغادي نسقيوها حتى هي جيدا. يعني ضروري ان نسقيو الجنواز ديالنا جيدا باش ما تجيش ناشفه. دابا غادي نحضروا الكريم شونتي. هنا غادي نستعملوا كريم شونتي نتاع الشكلاط او موس شوكولا، يمكن انكم تستعملوا نتاع الفراوله او لا اي حاجه بغيتيو. غادي نزيدوا عليها كاس وربع من الحليب اللي كيكون بارد جيدا، ونبقاو نخلطوا هكا حتى نحصلوا على هذا القوام هذا اللي كيكون عاقد. كريم شونتي راها سهله وهي يعني وكل شيء كيعرف يصوبها. انا ملي جيت نصوب طبقه ثانيه طفى لي التليفون. المهم راني صوبت الطبقه الثانيه نتاع الشونتي وغطيتها وزدت هذه درتها وزدت هذه الطبقه الثالثه او هذه الدائره الثالثه ودرت لها شونتي حتى هي من الفوق. وبالنسبه للجوانب حتى هما كناخذوا الكريمه ديالنا وكنبداو نصوبوا هكا من تحت الفوق، وحنا كنصوبوا الجوانب ديالها. يمكن انكم تصوبوا بحال دابا مثلا شويه نتاع الشونتي هكا، ومن بعد عاد تزيدوا كما كيقولوا الكوش الثاني باش كيجيو الجناب ديالها عامرين بالكريمه. او الى انكم نتوما مثلا الطبقه الثالثه الطبقه الثانيه كاع اللي كنت درت لها انا شي كريمه عاديه، يمكن انكم ديروا 2 كريمات نتاع الشونتي، لانها غير كريمه وحده راه ما غاديش تكفي. المهم كنبقاو هكا كنصوبوا هكا الجوانب ديالها جيدا. وهنا عندنا
هاد المشط هادي اللي فيها، هاد المشط هادي اللي فيها جهه فيها سنان رقاق، جهه فيها سنان اللي شويه عراضين. انا غادي نستعمل غير السنان هادو اللي هما شويه رقاق. طريقه الاستعمال ديالها كنميلوها شي شويه، كنبقاو غاديين هكا بها، هكا غاديين حتى كيتطراصاو هذيك الشكيل هكا اللي كيجي مزيون. هكا كنبقاو غاديين هكا بشويه 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 حتى كيتطراصاو. والفوق هنا كان عندي 4 كاس من الحليب، زدت عليه كميه من الشكلاط وخليتهم حتى دابوا فوق النار مهيله، ومن بعد طفيت عليهم وزدتهم معلقه نتاع الزبده وخبيتهم في الوجه نتاع الكيكه. بطبيعه الحال انا جاتني اللون ديالها مفتوح حيت كان كميه الحليب اكثر من كميه الشكلاط. الا بغيتو من الاحسن بحال دابا تكون كميه الشكلاط كثيره وكتذوبوها في حمام مريم، وكتزيدوا عليها مثلا غير 4 كاس ولا ما كاملش نتاع الحليب، وعاد كبوه على وجهها. يعني اللي بغى ان اللون ديال هذا الفوقاني هذا يكون اسود. صافي هذاك اللي بقى من الكريمه تاع شونتي كنصوبوا به هكا وحده حدا وحده حدا وحده حدا وحده هكا وحنا غاديين، او تزيين فوقاني كيبقى اختياري. من بعد ما كنساليوها بحال اللي كتشوفوا في الصوره هنا، غادي نصوبوا مثلثات نتاع كريم شونتي. انا ما غاديش نزيد نطول عليكم اكثر، صافي كنصوبوا هكا مثلثات من الكريم الشونتي هكا. وزينتو هنا في الوسط بهاد الفاكهه هذه. صراحه انا ما عرفت شنو كتقولوا لها في المدينه ديالكم، خليوها لي في التعليق الاسم ديالها، او يمكن انكم تخليو وجهها خاوي وتكتبوا فيه عيد ميلاد سعيد او لا سنه سعيده 2023. المهم ذلك كيبقى حسب كل واحد. وبالنسبه للجوانب نتاع هذه الكيكه الا بغيتيهم مثلا يكونوا كلهم بداك الصوص نتاع الشوكولا الفوقاني اللي بغيتي تغطيوهم، ولكن انا من الافضل انه يكون بحال دابا هكا، تبقى شويه نتاع كريم شونتي يبقى باين. صافي دابا غادي نشوفوا الشكل ديالها من الداخل. صراحه كتجي رائعه جدا جدا جدا، غير جربوها. الجينواز ناجحه 100%. فقط غير تتابعوا المقادير ديالها، يعني جيدا جدا. كل مرحله ضروريه لنجاح الجينواز. غادي نخلي لكم كل شيء في صندوق الوصف. كنتمنى انكم تجربوها. شاركونا صور في الفيسبوك صفحه فكرتي اليوم مع رشيده، او الجروب ديالنا فكرتي مع رشيده. فيديو اليوم وصل النهايه ديالو. كنشكركم بزاف على المشاهده. اتمنى ان فيديو اليوم يكون الاعجاب ديالكم، وكنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بالفيديو.